المطاعم في وصفة التشيكن ترياكي. وصفة يابانية وسهلة جدا. لازم نصدم الفراخ زي ما انتم شايفين على نار عالية عشان اقفل مسامها تقوم تحافظ على الوصالة الداخلية، فنحس بلذة الفراخ اكتر، وكمان نستفيد من الفيتامينات والمعادن اللي فيها. وكمان لما بصدم الفراخ بقلل طلوع مركبات ضاره اسمها امينات غير متجانسه الحلقه. الامينات غير متجانسه الحلقه دي ضاره جدا بالجسم، بنتلاشاها بالتوابل وبالحراره العاليه. تعالي بقى نقول على الاسرار الحقيقيه اللي هي في التوابل. معايا معلقه جنزبيل بودر بتدخل داخل انسجه الفراخ، بتكسر لي البروتين فالفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه. معايا فلفل اسود، ولازم طالما في الوصفه جنزبيل لازم نضيف فلفل اسود عشان ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود بتساعد الجسم على امتصاص ماده الجنجرول اللي في الجنزبيل. معايا معلقه بابريكا، معايا معلقه توم باودر، معايا معلقه بصل باودر. بنزل بالبهارات زي ما انتم شايفين. الله على الريحه يا جماعه، الريحه مش قادره اقول لكم. التشيكن ترياكي دي وصفه سهله جدا وما بتاخدش وقت. هي وصفه ياباني بجد يا جماعه، الريحه تحفه. لو شميتوا الريحه هتقوموا تعملوها دلوقتي. الوصفه دي سهله جدا وطعمها ولا اروع من كده. هنيجي هنا بقى بنص كوبايه صويا صوص، عليها نص كوبايه ميه، عليها معلقتين نشا، بنقلبهم كويس وبننزل بيهم على الفراخ وببدا اقلب زي ما انتم شايفين. الصوص بدا يتقل ما شاء الله تبارك الله، والريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه. اخر حاجه بعد الفراخ ما استوت يا حبايبي والصوص تقل، هنزل بمعلقه كبيره سمسم. والسمسم هنا فيه بروتينات وفيه سكريات بسيطه وفيه دهون. الدهون هتبدا تمسك النكهات اللي انا حطيتها وتوزعها لي داخل انسجه الفراخ، فتقومي تيجي تاكلي قطعه الفراخ تحسي ان طعمها متطعم من الداخل زي من الخارج. وكمان السكريات هتتفاعل مع الاحماض الامينيه بتاعه الفراخ وتعمل لي حاجتين. اول حاجه تديني لون بني جميل فاتح، وتاني حاجه بتديني طعم الشوى. شايفين يا جماعه؟ شايفين المنظر؟ المنظر بيحكي عن نفسه. والطعم يا جماعه والريحه مطلعه مش قادره اقول لكم. التشيكن ترياكي دي من اسهل الوصفات اليابانيه وما بتاخدش وقت، ومكوناتها موجوده في كل بيت، وحاجه كده الطعم خرافه يا جماعه. اتبعوا النصايح والتعليمات. كنت معاكم انا زهره في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.